بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأطفال والنساء البائسين في فلسطين يقتل بآيات اليهود المجرمين يوما فيوما. لأي ذنب قتلوا نسمع هذه الواقعة زرقة الفلسطين. يا فلسطين أنت تبكي دائما، أنت تبكي حاليا بالأجمعين. يا فلسطين اصبري في آلم يعطيك الله ثواب السابرين. فيك قدس، فيك روح عزتي، مات فيك آطرة المرسلين. كم فتاة ذات حمل مرهقة فقتلنا بأياد الفاسقين. فيك نفي، فيك خوف الروضة، كم صغار مات فيك هائرين. كم ليال لم ينم أطفالنا، فيك صوت القنبلات الحاجرين. فيك صوت القنبلات الحاجرين. لك أرض، لك ماء وعدة، فيما أنت لا تخافي المجرمين. أين أسفور الفناء أقصى، وطحارون وموسى شاهدون لسياق وقيود الجاهلة. ذاق قلب في يهود القاسية، أطلقوا بقنبلات السائرين مقبرا ومسجدا قد حجموا. أين توراة ووعظ الحاكمين؟ لعنة الله عليكم يا يهودون. رب أعطي بأذاب المفسدين، أعطي صبرا يا إله العالمين لأهالي في فلسطين المتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نحب وحدة قلوبنا مفعمة. በመሃላችን በጣም የምንወዳቸው አንደበታቸው መልእክታቸው በጣም ውድ የሆነ ምናልባት ብዙ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን እንደውም ወንድሞቻችን ነፍሳቸው ጠፍቶ ወደ አላህ ፊት እየተገኙ ያሉበት ሀገር ነው እና በዚህ ውስጥ የምትገኙት ሁላችሁ ሙስሊሞች ናችሁ አይደል? ያለፈው ጁምዓ ላይ የተከሰተ ነገር ሁላችንም እናውቃለን። ያለፈው ጁምዓ ላይ እኛ እዚህ ፈታ ብለን ሰላታችን ስንሰግድ ጋዛ ውስጥ የተከናወነ ነገር ሁላችንም እናውቃለን። ኢማሙ ምን አለ? እኔ ይርቦኛል፣ እናንተም ተርባችኋል። ለዚህ በዚህ ሆዴ ቆሜ ዳዋ ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ኩጥባውን ትተን ወደ ሰላት እንግባ። አይታችኋል ምን አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ። እኛም በሰላት ስንባችሁ ሁላችንም ለፈለስታይን ፍትህ ለፈለስታይን እያልን ሁላችንም ለእናስ ሙስሊሞች ስለሆነ ለእነሱ እንቁም እላለሁ እና አዛን ያለችም ትንሽ ሆይ ማለችም እሱን አዘጋጅቼ ኢንሻአላህ